يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده الفيديو بتاعنا عظمه. هنعمل فراخ مشويه في الفرن بطعم وريحه الحاتي. تمام. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا ومستويه ودايبه. هنعملها بوصفه جميله وتتبيله اسرع منها مفيش. تعالوا بقى نصلي على سيدنا محمد ونبدا الفيديو بتاعنا. وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. جبت كده يا ستي فرخة معايا، دي كيلو ونص. تمام. وابتديت بقى جبت المقص بقى ان لا غنى عنه، انا ما بستغناش عن المقص ده خالص في المطبخ. تمام. وابتديت اللي انا اقصها كده من ورا، ممكن تعمليها بالسكينة عادي. وبعد كده ايه، ببتدي ان انا اخلي منها الزور خالص. طبعا الزور ده برضو هشويه معاها، بس كده هحطه ايه جنبها. وابتديت اللي انا بقى ايه اكسر عظم الفرخة. يعني ايه؟ كسري عظمها، كسريها وما تجبسيهاش، سيبيها كده. جبت بقى سكينة وابتديت اللي انا افتح كده بين الجلد والفرخة، وابتدي ان انا بالسكينة كده اقعد انغز فيها كده واقتلها. اقتل الفرخية خالص، يعني كسرناها وقتلناها. ابتدي بقى انغزي فيها كده، بس اهم حاجة اوعي الجلد يتقطع منك، عشان الجلد ده اللي هيحافظ على الفرخة ان هي ما تنشفش من جوه او تتحرق. تمام. هبتدي بقى ان انا اكسر فيها كده وانغزها يمين وشمال بالسكينة. وادي الزور، وكمان معانا الكبد والقوانص برضو هشويها. جبت بقى يا ستي معايا بصل وطماطمايه كده كبيره وخمس ست فصوص توم وقرنين فلفل ونص كوبايه خل صغيره وكوبايه الا ربع زيت صغيره وكوبايه زبادي. اي نوع، بس المهم ما يكونش بلدي، عشان البلدي بيكون فيه قشطه فبتعمل دهون كده في التتبيله. هحط بقى كله كده في الكبه. تمام. وهبتدي بقى ان انا ايه هخلطهم في الكبة بتاعتي، او لو عندك في الخلاط مفيش اي مشكلة خالص. بس كده يا ستي. طيب فين التوابل؟ مفيش توابل. ازاي؟ هقولكوا ازاي. احنا هنسيب الفرخة في التتبيلة دي كده ليلة. تمام. انتي لو مستعجلة عليها وجايباها في نفس اليوم، هتعمليها مثلا قبلها بثلاث اربع ساعات وتسيبيها ايه في التتبيله العظمه دي شويه. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه. طيب ليه ما حطيناش ملح؟ ما حطيناش ملح ولا توابل، عشان خاطر الملح والتوابل لما بيقعدوا في الفراخ كتير بتخلي اللحم بتاعك من جوه ينشف. تمام. ومش بتخليها تستوي كويس، وبتخليها كده بتشد. فاحنا هنخليها كده في التتبيله بتاعتها يوم، وبعد كده بعد ما طلعت اهو كده بعد اليوم جبنا اللي هي المصفى بتاعتنا دي، اي مصفى عندك. وابتديت اللي انا احط فيها الفرخه واسيبها تتصفى، بس مش هشيل من عليها حاجه، انا هسيبها تتصفى من الميه بتاعتها خالص. خلاص بقى التتبيله دي مش عايزينها. هبتدي بقى ان انا اجيب الخطوه بقى الجايه. هجيب هعمل ايه؟ التوابل. طبعا هنا كان ادهم واقف بيناولني. دي بهارات فراخ. تمام. وفلفل اسود. هو قال لي انا عايزه اقف معاك يا ماما، قلت له تعالى يا استاذ ادهم اتفضل. ووقفته معايا وهو بقى بيناول لي ايه البرطمانات بتاعه التوابل. شويه جنزبيل. وابتديت كمان حطيت شوية كمون. وهحط كمان شوية بهارات مشكلة. طبعا انت لو ما عندكش الحاجات دي كلها، ملح وفلفل كفيل يعني بصراحة. وشوية كزبرة. عايزة اقولك القرفة كمان حلوة قوي قوي في الشوي، وممكن تجيبي بهارات شوي وتريحي دماغك. وهحط كمان شوية بصل بودر. تمام. طبعا ادهم كان عمال بيناولني وواقف بقى معايا، ربنا يخليه لي يا رب ويصلح حاله واشوفه احسن الناس. وحطيت كمان شوية قرفة. خلي لنا ولادنا كلها يا رب، اللهم امين، ويخلي لي بنتي يا رب. وكمان حطيت شويه بابريكا. تمام. طبعا لو مفيش بابريكا برضو مفيش مشكله، وهنحط شويه ملح. وهنا بقى ايه، هتزودي بقى الملح حسب ما انت تحبي، بس ما تزوديش قوي علشان الفراخ معاكي ما تنشفش. تمام. هنا بقى استاذ ادم هيمسك المهمه دي وهيبتدي ان هو يقلب لي التوابل زي ما احنا شايفين كده. تمام. بعد كده بقى جبت الطبق معايا وخليته بقى هو يقف ايه عايز يساعدني يعني، فقلت له ماشي مفيش مشكله، وقف ساعدني. فخليته هو يرش لي في التوابل وانا ايه ادعك في الفرخه. طبعا هنا الفراخ اتصفت معايا خالص. وابتدى ان هو بقى يرش لي كده. وابتدي بقى يا ستي ايه، هاتي التوابل بتاعتك ودعكي على الجلد من فوق وجوه كده بين الجلد واللحمه. عايزه اقول لكم ريحتها كانت خطيره، وانا بس بدعك فيها التوابل كده بجد تحفه تحفه بجد. انا عاملاها بالطريقه دي قبل كده في القناه، بس كنت مقطعه الفريخ، كنت عاملاها فراخ شيش. وابتديت برضو ان انا خليته بقى يحط لي اخر حبه كده في الظهر من ورا. وابتديت اللي انا ادعكها كويس جدا. عايزه اقول لكم كانت ريحتها عظمه عظمه عظمه.
وبعد كده سبتها بقى كده ايه ربع ساعة، وبعدين بقى جبت الشبكة بتاعت الشوي دي معايا اللي هي بتتفتح، وجبت بقى زيت وابتديت اللي انا ادهن في الشبكة من فوق ومن تحت وكده يعني، علشان خاطر الزيت ده بيعمل عازل بين جلد الفرخة والشبكة، فما بيلزقش فيها وبيخلي الفراخ تطلع معايا تمام يعني. بس ابتديت اللي انا بقى ادهن زيت كده، وبعد كده هبتدي اجيب الفرخة بتاعتي وهحطها كده زي ما هي. بصوا يعني ايه، هي ماليه مركزها كده كلها على بعضها، وحطيت جنبها الزور، وحطيت بقى ايه الكبد والقوانص كده زي ما احنا شايفين، وجبت بقى بقيه التتبيله، وابتديت برضو يا ستي ايه ما رحمتهوش، ابتديت برضو اللي انا اتبلها كويس جدا جدا. عايزه اقول لكم مهما نزل فراخ، انا ولا برازيلي ولا صيني ولا امريكاني، انا ما بقتنعش غير بالفرخه. بصوا الكبده مدوخيني، ما بقتنعش بصراحه غير بالفرخه اللي تتذبح قدامي وانا واقفه يعني. حتى لو رحت ولقيتها مذبوحه ما بجيبهاش، ما كانتش الفرخه تتذبح قدامي وانا واقفه ما اقدرش ان انا اجيبها بصراحه، ولا اقدر اكلها. ودي طبعا حاجات بتكون مضمونه، لكن انا ما اجيبش اي حاجه تانية خالص غير كده. حطيتها بقى في الفرن، ونزلت شبكه الفرن تحت خالص وحطيتها في الفرن، وابتديت اللي انا اقلبها يمين وشمال. وبعد كده بصوا بقى بعد ما طلعت، عايزه اقول لكم انا بحبها ملسوعه كده، بحس ان انا باكل الفراخ من عند الحيتي. انا بحب قوي اصلا الجلد، الناس اللي هتقولي غلط انا بحبه تمام، انا بقى ما اعرفش. المهم جبت بقى حتتين فحم كده، وابتديت اللي انا اطفيهم في الصينيه. عايزه اقول لكم ربع ساعه والفحم مش عايز يطفي، لحد ما انا اللي شلته زهقت فشلته. خلاص بقى كنا عايزين ناكل وهم واقفين لي على دماغي، ومش عارفه اللي انا اعمل اي حاجه خالص، وعايزين يدوقوا وجعانين والكلام ده كله. فايه انا يعني حتى ما جاش في دماغي. هتشوفوا حتى وانا بقطعها دلوقتي بقطعها ازاي. بصوا شايفينها بقى انا كده فضيتها خلاص. بصوا الكبده جميله جدا جدا، كان طعمها تحفه. واللي هناك الناحيه التانية على جنب ده الزور بقى انا حرو خالص خالص. عملت بقى جنبها شويه محشي كده عظمه صغننين. طلعت طبق، كان في طبق كده صغير عندي كرنب من اللي انا كنت مخزناه، وكيس صلصه من اللي انا كنت مخزناه. المهم يعني ايه ما جبتش حاجه من بره، خلصت نفسي. ممكن تعملي رز، اعملي اللي انت حباه. بصوا بقى الجمال لكم ان تتخيلوه، بس كان ناقصها طحينه بصراحه. بس بصوا هنا من كتر الغباء ومن كتر اللي انا فيه فوق دماغي ناس، انا مش عارفه اقطع يعني، حتى ما جاش في دماغي اللي انا اجيب الشوكه واقطع بيها. بس بصراحه كانت عظمه. بصوا دايبه 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 دايبه، بصوا عامله ازاي، عظمة عظمة عظمة. جميلة جدا جدا جدا، وطعمها كان خرافة. ألف هنا للي هياكل. يا رب تجربوا الوصفة وتكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. ويا رب ما كنتش طولت عليكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أكلات أم أدهم.